وسط الانتقادات اللي بيتعرض ليها يستر المدير الفني الحالي للنادي الاهلي، اللي انا قلت لك خلاص ايامه بقت معدوده مع النادي الاهلي، هقول لك مفاجاه. الحقيقه غلطه النادي الاهلي بيدفع ثمنها دلوقتي للامانه يعني. جوزيه جوميز، ايوه، المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي للفتح السعودي، كان جاي النادي الاهلي بدايه الموسم، وكان في قرار جوه النادي الاهلي بشكل نهائي ان انا هجيب جوزيه جوميز، خلاص استقروا وهو ده اللي جاي. والكابتن الخطيب كان هيكلم مسؤولي نادي الفتح السعودي ويحل موضوع الشرط الجزائي ودي، خلاص كان هيكلمهم، خلاص كل حاجه متحدده وكل حاجه خلصانه. فجأة النادي الاهلي فجأة اوقف الصفقه وتراجع عن التعاقد مع جوزيه جوميز. ليه؟ قال لك احنا لو جبناه دلوقتي، الراجل كان جاي لنا 2018، لا الاهلي كان جايب جوزيه جوميز 2018، والصفقه وقتها الراجل خلاص بعد ما الاهلي اتفق معاه اعتذر للاهلي في اخر لحظه، فالنادي الاهلي قال لك لو جبناه دلوقتي، طب هو كان جاي لنا قبل كده واعتذر وما جاش، فالموضوع بتاع زمان الناس هتقول لك ايه ده، انت جبت مدرب كان جاي لك واعتذر لك وما جالكش، يعني هتجيب مدرب كان جاي انت كنت متفق معاه واعتذر لك، طب ازاي هتجيبه؟ حاجه غريبه جدا، انا نفسي يعني يا جماعه ازاي؟ طب ازاي؟ ايه المشكله؟ الراجل ممكن يكون كان عنده ظرف، ده اللي حصل بالظبط، ده اللي حصل بالظبط. اللي هو انا لو جبته دلوقتي هيقول لك ده الراجل ده كان انت متفق معاه 2018 واعتذر لك، فلا. والنادي الاهلي اوقف الصفقه، والحقيقه قرار النادي الاهلي بيدفع فاتورته دلوقتي. جوزيه جوميز كان الانسب للنادي الاهلي من بدايه الموسم، الافضل للنادي الاهلي من بدايه الموسم، تجربته مع نادي الزمالك كانت ناجحه بكل المقاييس، وطريقه لو انت بصيت على طريقه جوميز مع الزمالك كانت تتماشى مع النادي الاهلي والسكواد اللي موجود مع النادي الاهلي. ده بقول لك ده من الاخر، ده القصه ايه؟ القصه اللي من الاخر. لا، مش قصه بقى ان ايه، ان هو عشان كان مدرب الزمالك فالاهلي قال لك لا انا مش هقدر اجيب، مش هينفع اجيب جوميز وانا لسه جايب زيزو، لا 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 لا، ما حصلش. اللي انا بقول لك هو اللي حصل بالظبط، التفصيله دي بعد يا راجل بقول لك كابتن الخطيب كان هيكلم مسؤول النادي الفتح السعودي وهيحل موضوع الشرط الجزائي، فجاه وقفت المفاوضات. طب ما انت كنادي ممكن تروح تتفق مع لعيب وتتراجع معاه، طب ما الاهلي كان هيتراجع مع يوسف بلعمري في النهايه بعد ما كان متفق معاه على كل حاجه. ايه المشكله؟ اللي هو انت ليه قلت انا لو جبته فهتبقى كده ايه من الاخر، يعني واحده عليا، يعني ايه، هتبقى واحده عليا كده يا جماعه. غلطه كبيره جدا. جوميز افضل من يستوب وجوميز افضل من ريبيرو، انا اللي بقوله لك ده حصل بنسبه 200%، 200 مش 100%، 200%، 200%. قرار زي ده خسر النادي الاهلي، انا في رايي انا موسم باكمله. رحت كاس العالم للانديه ما عملتش حاجه، كاس عاصمة مصر خرجت منها، بطولة الدوري ليس أفضل حال، بطولة دوري أبطال أفريقيا جمهور النادي الأهلي حاطط إيده على قلبه قبل ماتش الترجي التونسي، والأزمة إنك ماتش العودة زي ما الكل عارف ماتش العودة بدون جمهور، يعني إيه؟ يعني في صالح الترجي التونسي، كأن الترجي بيلعب في الماتشين بالنسبة له عادي، الماتش بتاع هنا في القاهرة ما فيش أي ضغط عليه خالص. فكره ان يستوب مكمل ولا قاعد، لا بنسبه كبيره، انا لسه قايل لك يستوب بنسبه كبيره جدا جدا سيرحل عن النادي الاهلي نهايه الموسم، وبنسبه كبيره جدا النادي الاهلي سيتعاقد مع مدير فني جديد بدايه الموسم، والنادي الاهلي بدا يتلقى ترشيحات الايام والساعات اللي فاتت. ويستوب هيشوف بقى مشكله العقد والشرط الجزائي اللي في عقده نهايه الموسم، والاهلي هيتفق ويحل وينهي الموضوع معاه. لان مفيش قناعه كامله بيستروب، لكن الحقيقه انا ما اقدرش الوم الراجل بنسبه 100%. انت اللي جبت يستروب، وفي صفقات جوه النادي الاهلي، هل مسؤولي النادي الاهلي مقتنعين بالصفقات اللي جت دي؟ هل شايفينها ان هي على مستوى النادي الاهلي؟ سواء كنجوم الا قليلين اللي اثبتوا نفسهم، او كلعيبه بشكل عام انت جايبها، هل اللعيبه دي انت شايف ان اللعيبه دي اضافه للنادي الاهلي؟ اضافت للنادي الاهلي؟ خد بالك مش فكره ان انا بغير مدربين وبس، هي القصه السيستم نفسه، السيستم نفسه، هل انت شايف ان السيستم اللي موجود
هو هينجح النادي الاهلي وهيفيد النادي الاهلي بكل شيء، لكن انا عمال اغير في مدربين وكأن الازمه كلها والمشكله كلها في قصه مدربين. لكن صدقني مش قصه مدربين، ولا احمل المدرب نسبه 100% من اللي بيحصل.